بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المحن هي التي تكشف معادن الرجال ومواقف الرجال، وإننا اليوم في محافظة الأنبار خاصة والفلوجة على وجه الخصوص يقف أهلها بوجه هجمة همجية شرسة تقودها ثلة من المارقين، ثلة من المتنطعين الذين عاشوا على فتات موائد الشرق في إيران، من الذين رضعوا لبان الحقد على العراق وأهله. لذلك تجد أن هذا الأمر أصبح معلوما من الدين بالضرورة، وكم نادينا وكم نادى العلماء أمثال الشيخ عبد الملك وأمثال الدكتور أحمد الكويسي وغيرهم. كل هؤلاء العلماء في الداخل، العلماء الذين في الداخل أكثر من تكلموا في هذا الجانب. لا يمكن لنا أن نترك الفلوجة في هذا المجال، وإن كانوا قد بيضوا وجوه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. حي الله المجاهدين فيها، حي الله الزائدين عن الأعراض، حي الله الزائدين عن الذمم، حي الله الزائدين عن الكرامة. رفع الله شأنكم وأعلى مقامكم، بيضتم وجوهنا بيض الله وجوهكم. إن الذين يأتون إليكم بعدتهم وعديدهم هم ثلة من المارقين الذين لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، وقتالهم واجب على كل مسلم. فلا نامت أعين الجبناء. أين أنتم يا أهل سامراء؟ أين أنتم يا أهل صلاح الدين؟ أين أنتم يا أهل كركوك؟ أين أنتم يا أهل ديالى؟ أين أنتم يا أهل الموصل؟ أين أنتم أيها السياسيون القابعون خلف نسائكم، القابعون وراء كراسيكم؟ لا تعرفون من هذا البلد إلا مصالحكم الدنيئة. سود الله وجوهكم، سود الله وجوهكم، سود الله وجوهكم. تدعون أن هنالك مبادراتكم عفنة، ودماء المسلمين تسيل في الأنبار، في محافظة الأنبار، محافظة الأبطال، في فلوجة المساجد. ماذا تقولون لربكم والمساجد كلها تكبر والله أكبر لتطفئ نار الحاقدين بتكبير الله عز وجل؟ أيها المجاهدون، إن هذا اليوم يومكم، هذا يوم الملحمة على أعدائكم ويوم المرحمة على أمة سيدنا محمد. حياكم الله، بيضتم وجوهنا أيها القادمون من مناطق الجنوب، وأيها المتقبعون وراء هذه الصحوات الرذيلة القذرة التي يشارك فيها أحزاب في السلطة تدعي الإسلام. هذه الصحوات صحوات قذرة، هذه غفلات وليست صحوات. يا ويلكم من الله، ترفعون السلاح بوجه أهلكم لتعينوا ظالما قذرا لا يرقب في مسلم إلا ولا ذمة ولا رحمة ولا غيرة ولا شرف. نحن الآن أمام مفترق طوق، إما أن نحيا وإما أن نموت، إما أن نحيا وإما أن نموت. لا خير في حياة في هذه الله. إن الكرامة لا يمكن أن تكون إلا برفع سلاحنا بوجه هذه الثلة القذرة المارقة. نحن خرجنا وخرج أهلنا في محافظاتنا المنتفضة يطالبون بحقوقهم، ولكن هذه الجماعة الحاقدة على الإسلام وأهله وعلى العراق وأهله لا تريد أن يهدى للعراقيين بال، فتريد بقيادة الهالكي القذر الذي يريد أن يرضي أسياده لكي يلصق نفسه على هذا الكرسي العفن، وثمن ذلك أن يكسروا أنوف أهل الفلوجة. هيهات لك، هيهات لك. أهل الفلوجة أكرم وأرفع من أن يزدوس حماهم
مثلك من الأنذال والقذرين. أهل الفلوجة أسمى، أهل الفلوجة أكرم. هذه رؤوسكم العافنة تتكسر على حدود الفلوجة. هذه الأنوف التي طالما تكبرت على عباد الله وكفرت بكل المقدسات سوف تلقنون درسا، وقد نبهناكم. إياكم أن تدقوا باب الفلوجة. هذه التي كسرت أنف الأمريكان قادرة على أن تكسر هذه الأنوف الكبيرة. مهما آزركم ومهما وقف معكم ملالي إيران وفيلق القدس والميليشيات القذرة العفنة، ميليشيات العصائب وبدر وغيرها، والصحوات والسياسيون الذين يأتون الناس بوجهين، كل هؤلاء لا يعدلون عند الله جناح بعوضة. الذي يزن ثقيلا عند الله عز وجل هو المجاهد الذي وقف اليوم وقفة الأبطال ولقن هؤلاء الأنذال درسا لا ينسوه أبدا. هلم بخيلك ورجلك ودباباتك وهمراتك، كلها ستتحطم بمؤازرة الله، بعون الله، بنصر الله، ثم بأيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال يحبون الموت كما تحب أنت الكرسي والحياة. يا أيها القذر النذل،